السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتحصل معاك ساعات انك فجأة تحس انك عايش موقف زي ما تكون مريت بيه قبل كده. تخيل كده قاعد في كافيه زحمة، ريحة القهوة مالية المكان، في واحد بيضحك في الخلفية، وفجأة تحس ان كل حاجة مألوفة. صوت الكوبايات، النور اللي بيطل من الشباك، حتى دقات قلبك، كل ده زي ما تكون عشته قبل كده. بس المشكلة انك عارف ان الموقف ده جديد تماما. ايه الحكاية؟ دماغك بيشتغلك ولا ايه؟ ولا دي ذكرى من حياة تانية؟ ولا حاجة غريبة كده؟ خلينا نعيش معاك في عالم الديجافو، الظاهرة اللي خلت العلماء والفلاسفة يحتاروا سنين. استعد عشان هناخدك في رحلة جوه دماغك عشان نكتشف سر اللحظات الغريبة دي. الديجافو دي كلمة فرنساوي يعني شفتها قبل كده. هي احساس غريب كده لما تحس ان الموقف اللي انت فيه دلوقتي عشته قبل كده، مع انك متأكد انه اول مرة يحصل. مش بس احساس عابر، لا، ده زي ما تكون عايش نفس اللحظة تاني. المكان، الناس، الاحاسيس، كل حاجة. ممكن تكون بتتكلم مع صاحبك او ماشي في شارع غريب او حتى بتقلب في كتاب. المهم انك تحس انك مريت بالدقيقة دي قبل كده. طيب ليه بيحصل كده؟ ايه اللي بيخلي دماغنا تشتغلنا بالشكل ده؟ عشان نفهم لازم ندخل جوه دماغك ونشوف ازاي بيشتغل. في الأساس الديجافو ده زي عطل صغير في نظام الذاكرة بتاع دماغك. دماغك طول الوقت بيستقبل معلومات، اللي بتشوفه، اللي بتسمعه، ريحة اللي حواليك، وبيخزن الحاجات دي في الذاكرة القصيرة. عادة كل ده بيحصل من غير ما تحس، بس ساعات بيحصل حاجة غلط. العلماء بيقولوا ان الديجافو بيحصل لما دماغك يعمل تشويش وبيحط طابع ذكرى قديمة على حاجة جديدة. في نظرية اسمها تأخير الإشارات العصبية، يعني لما تشوف حاجة أو تسمع صوت، الإشارات دي بتمشي جوه دماغك بسرعة البرق. بس ساعات الإشارات دي بتاخد طرق مختلفة، فبتوصل لأجزاء دماغك في أوقات مختلفة. لو جزء من دماغك زي الفص الصدغي اللي بيتعامل مع الذاكرة استلم المعلومة قبل جزء تاني، دماغك بيفتكر إن الموقف ده حصل قبل كده، زي ما يكون في لاج في دماغك. نظرية تانية اسمها الذاكرة المزدوجة، يعني دماغك بيخزن نفس التجربة في أكتر من مكان. لو مكان في الذاكرة استلم المعلومة قبل التاني بيحصل خلل، ودماغك بيقول أنا أعرف الموقف ده مع إنه جديد. طب هنا هنلاقي حاجة أغرب. ولو نقولك إن الأحلام ممكن تكون مفتاح الديجافو، كتير مننا حسوا إن موقف حقيقي زي ما يكون جزء من حلم. تخيل إنك تدخل أوضة وتقول أنا حلمت باللحظة دي. طب ده بيحصل إزاي؟ الأحلام بتتنبئ بالمستقبل ولا إيه؟ العلماء بيقولوا إن الأحلام هي خليط عشوائي من الذكريات، المشاعر، والخيال. لما بنحلم دماغنا بتعمل سيناريوهات غريبة، بتخلط حاجات من حياتنا الحقيقية. بعدين لما نشوف حاجة في الحقيقة تشبه جزء من الحلم ده، دماغنا بتتلخبط وبتفتكر إنها ذكرى حقيقية. التشابه بين الحلم والحقيقة هو اللي بيخليك تحس إنك مريت بالموقف ده قبل كده. الأحلام دي بتكون تنبؤات ولا صدفة؟ الأغلب إنها صدفة. دماغنا بتحب تدور على أنماط وتربط بين الحاجات. لما موقف حقيقي يبقى شبه حلم بنفتكر إننا شفنا المستقبل، بس في الحقيقة دماغنا بس بتلاقي تشابهات. طيب لو بتحس بالديجافو لازم تخاف؟ في أغلب الحالات لا خالص. الديجافو حاجة عادية، ودراسات بتقول إن حوالي 70% من الناس بيحسوا بيها مرة واحدة على الأقل في حياتهم. عادة بتيجي وتروح بسرعة من غير أي مشاكل. بس في حالات نادرة لو الديجافو بتيجي كتير قوي أو معاها أعراض غريبة زي نوبات صرع أو دوخة أو مشاكل في الذاكرة، يبقى لازم تشوف دكتور. ممكن تكون علامة المشكلة زي الصرع الصدغي اللي بيخلي فيه نشاط كهربائي غريب في دماغك. لو حاسس ان الموضوع زاد عن حده روح لدكتور احسن. اللي بيخلي الديجافو غريبة وممكن تكون مقلقة هي انها بتحسسك انها حقيقية قوي. مش بس احساس انك شايف حاجة مألوفة، لا، ده زي ما دماغك بتصرخ احنا عشنا اللحظة دي قبل كده، مع ان عقلك عارف ان ده مش صح. القوة دي جاية من مراكز الذاكرة في دماغك اللي بتتحكم في الذكريات والمشاعر. لما المناطق دي بتعمل شورت بتبعت احساس قوي ان الموقف ده مألوف، وده اللي بيخليك عايش في تناقض بين اللي بتعرفه واللي بتحسه. لو الديجافو بتيجي كتير وبتضايقك، في كام نصيحة بسيطة ممكن تساعدك تخففها. اول حاجة، نام كويس. حاول تنام من 7 ل 9 ساعات كل ليلة عشان ذاكرتك تبقى تمام. تاني حاجة، خفف التوتر.
الضغط النفسي بيلخبط دماغك، جرب تمارين زي اليوجا أو التأمل أو حتى تنفس بعمق. تالت حاجة، نظم يومك. لو يومك فيه روتين ثابت دماغك بتشتغل أحسن وبتقل احتمالية التشويش. رابع حاجة، حرك دماغك، العب ألعاب زي السودوكو، اقرأ أو اتعلم حاجة جديدة. خامس حاجة، قلل الكافيين. الكتير من القهوة أو الحاجات المنبهة ممكن تخلي دماغك يفرط، خليها معتدلة أحسن. في النهاية الديجافو زي نافذة بتخليك تشوف دماغك من جوه، بتفكرك ان اللي بتشوفه وبتحسه مش دايما مضمون 100%. ذكرياتنا، مشاعرنا، حواسنا كلها بتتربط مع بعض في رقصة معقدة، واي غلطة صغيرة ممكن تخلي اللحظة دي تحس انها خلل في النظام. العلماء لسه بيحاولوا يفكوا اللغز الديجافو، ومع اننا عرفنا حاجات كتير لسه في اسئلة مفتوحة. يمكن تكون مرتبطة بعمليات كمومية في الدماغ، ولا بقايا من آليات تطورية، ولا بس نتيجة ان دماغنا بتحاول تفهم عالم مليان مفاجآت. الوقت والابحاث هي اللي هتقول. المرة الجاية لما تحس بالديجافو اقف لحظة واستمتع بغرابة دماغك. مش عيب في النظام، دي شهادة على ان دماغك بتعمل حاجات غريبة حتى لو ساعات بتخربط، سواء كان عطل عصبي او جزء من حلم او حاجة لسه هنكتشفها. الديجافو بتفكرنا ان دماغنا مليان اسرار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اكتب لنا في الكومنتات لو عندك قصة عن الديجافو عايزين نسمعها. شكرا انك كنت معانا، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.